صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الكاتب لما سبق نصر الحق بالحق والهادي الى الصراط المستقيم وعلى حسب القدر المقدار العظيم. كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله بنعمل مع بعض الغريبه في اقل من 10 دقايق باذن الله، ومش هتاخد مننا وقت ولا مجهود، ده اقل تكلفه. ان شاء الله هنعملها وربنا يتعلمها رمضان خير وبركه عليك ومعاها وعليكم بالخير واليمن والبركات وبعد الاسبوع علينا باذن الله. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم الى الله اكرم. تعالوا بقى نخش الفيديو بعد ما نصلي ونسلم على رسول الله نعمل الغريبه ازاي بطريقه سهله وبسيطه وسريعه وفي نفس الوقت وانا موجود. تنسوني بالله في الشير والاشتراك وتفعيل الجرس لكم كل جديد بنكم تعالوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم. النهارده ان شاء الله بقى هنبتدي كل سنه وانتم طيبين نعمل حاجه العيد. اول حاجه هبدا بيها ان شاء الله الغريبه. ده عندي نص كيلو من السمنه، اي نوع سمنه بتفضليه، شلت منه مقدار معلقتين، وكان عندي قالب زبده بلدي خدت نصه وحطيته هنا. تمام، لازم تكون مش سايله يا جماعه، تكون ماسكه نفسها شويه. عايزه تعملي بسمنه اللي هي اي نوع سمنه عادي مفيش مشكله، عايزه تعمليها بسمنه بلدي مفيش مشكله، بزبده مفيش مشكله، بس انا حبيت افهم ان في ناس بتقول لا الحلويات ما ينفعش غير بالزبده، لا تنفع بالسمنه عادي. دي سمنه بلدي مع سمنه عاديه. انا ابتدي هضرب السمنه لحد ما تبقى كريمي وهنزل عليها بالسكر. هحط حوالي ربع كيلو من السكر. هسمي الله كده وهبدا بسم الله. هفضل اضرب فيها كده لحد ما لونها يفتح معايا وهرجع لكم تاني ان شاء الله. ضربتها يا جماعه خليتها فكت من بعضها. هحط بقى عندي بسم الله الرحمن الرحيم، هحط مقدار ربع كيلو من السكر او 200 جرام. تمام، ادي كوبايه عشان بس ما تفرش معاكي، وادي نص كوبايه، يعني كوبايه ونص من السكر انا شلت منهم مقدار معلقه. تمام، هرجع كده اضربهم تاني. هي الغريبه عباره عن سمنه وسكر ودقيق ورشه من الفانيليا. في ناس بتحط بيض بس انا حاجه جربتها بالبيض ما جاتش معايا حلوه يعني. فانا هسمي الله دلوقتي وهضرب لحد ما لونها يفتح وارجع لكم تاني. انا هنا عندي ضربت السمنه مع السكر لحد ما لونها فتح كده. بصوا يا جماعه، هو مفيش احسن من البركه، انا والله شغاله بالبركه بامانه يعني. بس اهم حاجه ما تكتريش السكر، يعني هو مقدار يعني انا مثلا هعمل حوالي نص كيلو من الدقيق، حطيت حوالي 200 جرام من السكر، يعني شلت منهم بتاع معلقتين كده. تمام، دلوقتي عندي هبدا ان انا اعمل الدقيق بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل حوالي نص كيلو. هبتدي كده بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اول كوبايه انا حطيتها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. وفكره الكوبايه دي يا جماعه لو انت علشان بتعجني اي نوع حلويات والحاجه اللي انت بتعجني فيها مثلا صغيره مش هتاخد المنخل، اعملي الحركه بتاعه الكوبايه دي، هتسهل عليكي كتير جدا ومش هتهدر من الدقيق. اهي انت بتنزلي بيها على المكان اللي انت اصلا بتشتغلي فيه. هو ما شاء الله الدقيق اصلا نضيف وزي الفل. انا كده حطيت كوبايتين، هلم العجينه واشوف هتحتاج تاني معايا دقيق ولا لا. ورجعت لكم يا حبايبي، ودي الغريبه بتاعتنا. انا حطيت بس لما فصلت الكاميرا عشان كنت نسيت، حطيت رشه من الفانيليا بس، يعني هي دقيق وسكر وسمنه ورشه من الفانيليا. تمام، انا حطيت هنا حوالي 4 كوبايات من الدقيق. يا جماعه الدقيق والسوائل بتختلف من دقيق لدقيق عشان ما تقولوش المقادير طلعت غلط او كده. انت بقى بملمس ايدك تحسي بالعجينه بتاعتك. ارفع ايدك كده شويه بعد اذنك. هاخد مقدار معلقه واحده بس كده من الدقيق، مش اكتر، على اساس ان انا الم بس بيها العجين، ان ايدي ما تبقاش ملزقه وايدي ما تبقاش فيها عجين بس. فانا هكمل بس كده عجنها، المهم ان ايدك تطلع نظيفه. فبتختلف بقى، يعني احنا دلوقتي حطينا ايه، حطينا مثلا بحته او مكعب الزبده البلدي حوالي نص كيلو من الدقيق، 200 جرام الا معلقه مثلا من السكر. تمام، سكر بودر يا جماعه. لازم بتضربي السمنه مع السكر كويس جدا
لحد ما يختفوا خالص وينعموا ويبيضوا. وبعد كده تنزلي بالدقيق كوبايه كوبايه، ما تنزليش بكميه الدقيق كلها، ورشه من الفانيليا. هي ايدي ملزقه حاجه بسيطه دلوقتي. انا ايه هسمي الله وجربها معاك. ارفع ايدك شويه يا حبيبي لو سمحت. انا كده بايه بلفها كده. بسم الله. هي كده عايزه معايا معلقه دقيق واحده بس، معلقه صغيره اهي بس، سبيل ان انا الم معايا بس العجينه. ولما تيجي تعمليها وتجربيها كده ما تشققش. فكده انا ممكن بقى تسيبيها في التلاجة قيمة 10 دقايق. انا مشغله الفرن من اول ما بدأت اصلا عشان لازم الفرن يبقى حامي. خلاص هي بتبتدي اهي، اللهم بارك، لمت معايا اهي. ولو وصلتوا في الفيديو لحد كده يا ريت اللايك، ونصلي على رسول الله كده، ونسمي الله ونصلي على النبي، وتعليقاتكم الجميله ولايكاتكم الجميله. هسيبها بقى في التلاجة مقدار 10 دقايق وهرجع اشكلها معاكم. ورجعت لكم يا حبايبي دي بعد ما سبتها في التلاجة حوالي 10 دقايق. دلوقتي هسمي الله وهشكلها معاكم. ارفع ايدك شويه لو سمحت. بصوا تعرفوا ان العجينه ناجحه ازاي لما تعمليها بين ايديكي كده. وبعد كده عشان تغرزيه لتحت شويه كده عشان بس الحشو ما يقعش. اي نوع مكسرات بقى عندك. انا لقيت شويه من المكسرات. بصي بتاخدي يعني حته صغيره كده قد الليمونه، عشان بس ايه تحسبا لاي ظروف. هي ان شاء الله سكرها مظبوط، بس عشان لو فرشت او اي حاجه. وعلى فكره يا جماعه ال البتاع الغريبه ما بتحمرش. هي بس بتاخد لون كده يا دوبك تصفر بس، ومن تحت مش من فوق. تمام. نجاح العجينه ان انت لما بتيجي بتدوسي عليها كده مفيش اي تشققات من اي مكان. انت بقى بتعمليها الحجم اللي انت عايزاه. انا عندي الولاد بيحبوها صغيره كده، في ناس بتحبها كبيره عادي جدا. هخلص بقى الصواني وقبل ما ادخلها الفرن هرجع لكم تاني واوريها لكم. المهم ان الحشو اي حشو عندك، عايزه تحطي زبيب، عايزه تحطي سوداني، عندك مكسرات. انا زي ما قلت لكم لقيت عندي شويه مكسرات صغيرين، فانا يعني جبتهم وبعمل بيهم. انت بقى ما يعني ايه سهلي على نفسك، ما تصعبيش على نفسك حاجه. صليتوا على رسول الله. انا بقى هخلص الصينيتين وقبل ما ادخلهم الفرن هوريهم لكم ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين، وكل عام وانتم من الله اقرب. وما تنسونيش بقى بدعوات حلوه عن ظهر الغيب، واللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وصلوا على رسول الله. اهم حاجه نصلي ونسلم على رسول الله ونسمي الله كده، واعملي الحاجه بحب هتطلع جميله والله. وكل سنه وانتم طيبين. اخلص الصينيتين وارجع لكم ان شاء الله. ورجعت لكم يا حبايبي، وادي الصينيتين اهم. دلوقتي انا هحطهم في الفرن وانا مشغله الفرن قبل ما ابدا في اي حاجه. انا عملتها بايدي يا جماعه، يعني مش لازم معلقه معياريه ولا الكلام ده كله. نحاول نسهل على نفسنا شويه. هو على فكره دي بقيه العجينه اللي باقيه، يعني هو انا كده عملت اقل من نص كيلو يعني. تمام. هحطها في الفرن وزي ما قلت لكم هي ما بتحمرش. مجرد ما تهزيها وتلاقيها اتحركت خلاص طلعيها. هسويها بقى وارجع لكم تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صيبا طيبا، اللهم صيبا نافعا. انا خلصت يا حبايبي الكميه بتاعتي اهي. ودي اخر صينيه، وادي السوا بتاعها اهو. انت ممكن تخليها سوا اقل من كده كمان علشان تبقى دايبه معاكي شويه. بس للامانه يا جماعه هو السكر اللي زاد مني شويه، فياريت نقلل كميه السكر. هيبقى 400 جرام دقيق او نص كيلو دقيق عليهم حوالي نص كيلو من السمنه ونص كوبايه من السكر ورشه فانيليا. انا حطيت فانيليا سايله واي مكسرات عندك بقى. وبعد كده بعد ما بتعجنيها بتحطيها في التلاجة شويه تمسك بس. وبعد كده ان شاء الله تبقى زي الفل معاكي. بس انا قلت ايه للامانه يا جماعه، انا لما لقيت السكر زاد شويه فديتها حوالي كوبايه من الدقيق وعجنتها وكملت بقى السوا بتاعها. دي كانت حلقه النهارده، ودي الغريبه بتاعتنا اهي. يا رب تكون الحلقه عجبتكم وكنت ضيفه خفيفه على قلبكم. ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وان شاء الله نكمل بقيه الحاجه مع بعض لان خلاص الفجر اذن اهو. بكره ان شاء الله ربنا يسهل، يا اما اعمل بيتفور يا اما البسكوت.
دمتم في امان الله ورعايته. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ودعوة حلوة لاختكم انظار الغيب. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالتعليقات بتاعتكم واللايكات. دمتم في رعاية الله وامنه، وكل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم الى الله اقرب.